أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، والمستهل كالمعتاد بأهم العناوين. إدخال أساليب تطعيم حديثة في البلاد. جهود للسيطرة على الملاريا في ساوا. سكان إنجل يتبحثون حول تنفيذ البرامج التنموية. أمريكا تشير أو الاتحاد الأوروبي يقدم معونة لإيران لدعم الاتفاق النووي. أمريكا تشير أن العقوبات ستبقى إلى أن تغير روسيا سلوكها. وانتهاء الجولة الأولى من لقاءات لم الشمل في كوريا الشمالية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح مسؤول قسم التطعيم في وزارة الصحة السيد تيدروس يحدوغو لوكالة الأنباء إدخال أساليب تطعيم حديثة تعطى عبر الحقن ضد أمراض الشلل والحصبة والحصبة الألمانية. وفيما يتعلق ببرنامج تطعيم الأمهات والأطفال، أشار السيد تيدروس إلى ارتفاع التطعيم من 6 أنواع منذ عام 2002 إلى 11 نوعا، موضحا بأن العمل جار لإدخال 4 أنواع أخرى في القريب العاجل. وذكر بأن نسبة التطعيم التي كانت تحت 10% في العام 1994 وصلت في الوقت الحالي إلى أكثر من 95%، ونتيجة لما حققته البلاد من نجاح في تسيير أنشطة ناجعة تمثلت في إدارة وانتشار وجودة واستمرارية تغطية التطعيم، إضافة إلى السيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية وغيرها من الأمراض. حازت البلاد جائزة عالمية في السيطرة على الأمراض. وقال السيد تيدروس إن أمراض الحصبة والشلل والحصبة الألمانية هي أمراض فيروسية، مشيرا إلى إدخال برنامج تطعيم ضد الشلل يعطى للأطفال المكملين ل14 أسبوعا بواسطة الحقن بداية من الأول من أغسطس الجاري في كافة المؤسسات الصحية. وذكر السيد تيدروس بأن التطعيم يعطى عن طريق 3 حقن في آن واحد، مما يؤدي ذلك إلى ارتفاع قوة التحمل والوقاية من أمراض العمى والصم والالتهاب أو التهاب الرئتين وغيرها من الأمراض الخطيرة. وقد تم تأهيل مهنيين صحيين لإنجاز ذلك، مناشدا الآباء للقيام بكل ما يطلب منهم لإنجاح المهام. وأشار أن التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية سيبدأ من ديسمبر المقبل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر وحتى السن 15 عاما، وتتم عملية التطعيم في المستشفيات والمدارس، داعيا إلى تعزيز تعاون المدارس والآباء. في الختام، أفاد السيد تيدروس باكتمال الاستعداد في 58 مديرية لتسيير برامج التطعيم، مشيرا إلى تنفيذ البرنامج للمواطنين الرحل بالتركيز على مناطق تحركاتهم. الجدير بالذكر بأن إريتريا نالت في عام 2005 جائزة الخلو من الشلل، إلا أن المرض ما زال يظهر في دول الجوار، لذلك يوجب أخذ الحيطة والحذر. أعلنت الطبيب العام في ساوا الدكتورة فيروز عبدو عن الجهود الحسيسة الجارية للسيطرة والقضاء بالكامل على ظاهرة الملاريا وإنجاح البرنامج الموضوع وبلوغ الهدف المنشود. وصرحت الدكتورة فيروز لوكالة إيرينا بأن نسبة الوفيات بالملاريا تدنت إلى أدنى مستوى لها بفضل تأكيد انتشار وتطور المؤسسات الصحية والوعي الراسخ على المجتمع، مناشدة لتوخي الحذر والمتابعة اللازمة. وقالت الدكتورة فيروز عبدو إن اتباع وسائل النظافة العامة يعكس الوعي والضمان الصحي، وبما أن ضمان صحة المواطنين يتطلب العمل الموحد والجهود المنسقة، فإن مساهمة ومشاركة المواطنين الفعالة في أنشطة النظافة البيئية عالية جدا، واستخدام الناموسيات المعقمة ودفن البرك وأماكن توالد الباعوض والمستنقعات وتنفيذ إرشادات وتعليمات المهنيين الصحيين من أهم النقاط الرئيسية لمكافحة الملايا، داعية إلى أخذ الأشخاص الذين يشعرون بأعراض الحمى والحرارة الزائدة وكذلك ببرودة قوية إلى المؤسسات الصحية عاجلا،
لإجراء الفحوص الطبية وتناول الأدوية المقدمة لهم بشكل جيد لضمان صحتهم. وذكر ممثل الصحة الشعبية في فورتو سوا السيد يمانة ولدي بأنه ووفقا للبرنامج المنفذ سنويا في سوا تم هذا العام أيضا رش أدوية ضد الباعوض في كافة المباني السكنية، وأفاد بعدم غسل وتغطية الجدران التي تم رشها بأدوية الباعوض من أجل القضاء على الملاريا بقتل الباعوض. بحث سكان ضاحية إنجل في اللقاء الذي جرى مع مدير مديرية قلعلو السيد محمود إبراهيم حول كيفية تنفيذ البرامج التنموية الموضوعة. وأوضح السيد محمود بأن البرامج التنموية الجارية في المنطقة هي استمرارية للمهام الجارية من أجل إرساء العدالة الاجتماعية وتحسين الحياة المعيشية للسكان في كافة المجالات. وذكر بأنه يتوقع بأن يعزز السكان من دورهم ومشاركتهم لإنجاح المساعي الجارية لتطوير وتوسيع المؤسسات الصحية والتعليمية والمياه وغيرها من المؤسسات التي كانت ولا زالت تقدم الخدمات الاجتماعية، مشددا إلى الدفع قدما بعملية حماية ورعاية الأشجار والحياة البرية الراسخة أصلا كثقافة. وقدم المشاركون بدورهم آراء وتوصيات بناءة أهمها اكتمال النواقص والقصور في المؤسسات الصحية وانتقال المدارس الابتدائية إلى المدارس المتوسطة وغيرها من الآراء والمقترحات. في غضون ذلك نظم مكتب الشرطة في المديرية سيمينارا لتعزيز وعي سكان منطقة إنجل القانوني والنظامي للحد من الجرائم والمخالفات. وقدم قائد الشرطة بالمديرية رقيب حسب الله محمد توضيحا مفصلا حول الجهود الجارية لمكافحة الجرائم والمخالفات والحوادث المرورية، داعيا الآباء توحيد العمل لترشيد وتنشئة أبنائهم. هذا ويقطن ضحية إنجل أكثر من 2000 مواطن. نظم سكان ضاحية دقرة لق في مديرية سجنيتي أنشطة نفيرية فعالة لمكافحة التصحر بمساعدة الخبراء الزراعيين، حيث أنجزوا حتى الآن 2300 متر مكعب من الحواجز المائية. وأوضح خبير حفظ المياه وحماية التربة في المديرية المهندس تحية جبر مسكل تنفيذ الأنشطة النفيرية الجارية من منتصف يونيو المنصرم بمشاركة شعبية واسعة، وقد اكتمل 80% من البرنامج بنجاح. في غضون ذلك أشار ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية سيد روبيل تسفو إلى غرس 60,000 شتلة في كافة ضواحي المديرية من أصل 100,000 شتلة أداها أو أعطيت من مركز سجنيتي للشتول، وتوجد تلك الشتول في وضع جيد. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف التي هطلت في مساء 22 من أغسطس الجاري في ضاحيتي دبر عد حنس ودك شحاي بمديرية لوق عنسبة في وقوع أضرار بشرية وأضرار في المواشي والمنازل. ووفق المعلومات الواردة فإن الأمطار الغزيرة اقتلعت أسقف 6 غرف ل3 أسر بالكامل في دبر عد حنس، فيما أحدثت أضرارا في 3 غرف ل3 أسر في ذات المنطقة، إضافة إلى اقتلاع الأشجار الكبيرة. وأشار مراسل إهرينا إلى أن الصواعق الرعدية تسببت في نفوق المواشي في منطقة دق الشحاي، فيما تم نقل امرأة تأثرت بالصاعقة إلى المركز الصحي. وأوضح السيد دبساي جيلازجي مدير ضاحية دبر حنس بأن السكان اتخذوا مبادرات ذاتية لمساعدة المتضررين. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم معونة لإيران قدرها 18 مليون يورو تشمل مساعدات للقطاع الخاص، وذلك لدعم الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي. وتهدف المعونة إلى التخفيف من أثر العقوبات الأمريكية على طهران ومحاولة إنقاذ اتفاق 2015 الخاص ببرنامج إيران النووي، كما تعد جزءا من حزمة أوسع بنحو 50 مليون يورو خصصها الاتحاد لإيران في ميزانيته. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في بيان إن الاتحاد ملتزم بالتعاون مع إيران، وستعزز هذه الحزمة الجديدة العلاقات الاقتصادية في مجالات ذات فائدة مباشرة للجانبين. في الأثناء أعلنت إدارة شركة إير فرانس أنها ستوقف رحلاتها إلى طهران اعتبارا من 18 من سبتمبر بسبب ضعف المردود التجاري نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وهي نفس الخطوة التي قامت بها الخطوط الجوية البريطانية.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن العقوبات الأمريكية على روسيا ستبقى إلى أن تغير موسكو من سلوكها. وأضاف بولتون خلال مؤتمر صحفي في كييف أنه أخبر الرئيس الأوكراني بيترو بضرورة عدم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأوكرانية في العام القادم. وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على روسيا متهمة موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وتنفي موسكو هذا. وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إن أوكرانيا أحرزت تقدما في جهودها نحو الانضمام لمنطقة حلف شمال الأطلسي، إلا أن عليها بذل المزيد من الجهد. وتعارض روسيا بقوة توسع حلف شمال الأطلسي باتجاه حدودها الغربية. وأعلنت في 2014 ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عقب ثورة موالية للغرب. انتهت الجولة الأولى من لقاءات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين قبل عقود بعد 3 أيام من اللقاءات. وأقيمت لقاءات لم الشمل في فندق على جبل كوم جانغ في منطقة سياحية بالقرب من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية. وشارك حوالي 280 شخصا في الحدث، وهو الأول من نوعه في أعقاب توقف استمر حوالي 3 سنوات. وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إنه تم عقد 20 جولة من لقاءات لم الشمل منذ أول قمة بين الكوريتين في عام 2000. وكان 89 كوريا جنوبيا مسنا قد توجهوا إلى كوريا الشمالية للمشاركة في الاجتماعات مع الأقرباء الذين انفصلوا عنهم منذ الحرب الكورية. وتأتي الجولة الجديدة من لقاءات لم الشمل في إطار اتفاق تم التوصل إليه خلال قمة للكوريتين في أبريل بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن. في النبأ الأخير، أخلت السلطات الألمانية نحو 3 قرى بجنوب غرب العاصمة برلين إثر اندلاع حريق بالغابات على مساحة 400 فدان بعد ظهر يوم الخميس. وذكرت تقارير صحفية أن أكثر من 600 شخص أخلوا منازلهم إثر اندلاع حرائق ببلدة ألمانية تبعد 50 كيلومترا عن برلين. كما أخلت السلطات الألمانية مدينتين أخريتين. وأعلنت الشرطة أن خططها لإخماد الحرائق أصبح معقدا تنفيذه، مشيرة إلى أن السلطات الألمانية كانت تحاول إخماد الحريق بواسطة مروحيات الإطفاء، إلا أن الأدخنة الناجمة عن إطفاء الحريق أثارت ذعر المواطنين في برلين. يذكر أن ألمانيا تشهد طقسا حارا هذا الصيف دون هطول أمطار، كما أن هناك تحذيرات باندلاع حرائق الغابات في مساحات كبيرة بالبلاد. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.